أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذا أبرز عنوانها. البعوض يحول حياة ساكنة عين إسبع بالبيضاء إلى جحيم. تحولت حياة ساكنة أحياء عين إسبع بالدار البيضاء إلى جحيم جراء معاناتهم اليومية مع الحشرات. تسبب لدغات البعوض شنيولة في تورمات جلدية لعدد كبير من ساكنة أحياء الدار البيضاء في الآونة الأخيرة، فضلاً عن صعوبة النوم والراحة ليلاً. هذه الظاهرة التي بدأت تجتاح مناطق واسعة من المدينة. وطالب المواطنون من الجهات المختصة بالتدخل بشكل حازم لمواجهة البعوض الذي انتشار في الأحياء التي تنقل العديد من الأمراض التي تهدد السلامة الصحية للمواطنين. وعادت ظاهرة انتشار البعوض المعروف محلياً باسم الناموس لتؤرق سكان مدينة، حيث انتشار البعوض بشكل مفاجئ عقب ارتفاع درجات الحرارة، فيما أوضح عدد من السكان أن لسعات البعوض تفاقم معاناة الأسر داخل المنازل، خاصة لدى الأطفال والرضع. غير أن السلطات المحلية بالمدينة لم يعلن بعد عن الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة البعوض، وهو ما أثار تساؤلات حول سبب التأخر في اتخاذ الخطوات الاستباقية قبل حلول فصل الصيف. شكرا على حسن المتابعة. دمتم في أمان الله.